مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. في إطار زيارته لجمهورية الصين الشعبية، الرئيس السياسي الفورقي يلتقي بالرئيس الصيني. زيارات حافلة لكأس هدية الاستغلال في إقليم القاشمركة. هزة أرضية بقوة 4.7 درجة في البلاد يوم أمس. روسيا تعطل طائرتين لحلفان الناتو فوق بحر البلطيق. الولايات المتحدة الأمريكية تكشف عن ترسانتها النووية وتطالب روسيا بالقيام بالمثل. مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في حريق بنيوزيلندا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. يقوم فخامة الرئيس سياسة فورقي بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، التقى خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الصيني لي كيانغ، وبحث معهما العديد من المواضيع التنموية والأمنية وقضايا السلام. للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر إليكم التقرير التالي. التقى فخامة الرئيس سياسة أفورقي الذي يزور جمهورية الصين الشعبية الرئيس الصيني شي جين بينغ مساء أمس، وبحث الدفع بالعلاقات التاريخية بين إريتريا والصين ودورها في قضايا السلم والأمن الإقليمي. وقدم الرئيس سياسة أفورقي في اللقاء شكره للدعوة وحسن الاستقبال، وقال: في الوقت الذي تدرب فيه مع رفاقه قبل 56 عاما، أي عام 1967، قد أجرت الصين حينها أول تجربة نووية، وأن التواجد في الصين في مثل هذه الفترة يعتبر فرصة تاريخية كبيرة. وقد تركت التجربة المكتسبة في الصغر أثرا كبيرا في حياته وحياة رفاقه. وأوضح فخامته بالرغم من مضي 30 سنة في العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين إريتريا والصين، غير أن الروابط بين البلدين تتعدى 60 سنة، ولن ينسى الشعب الإريتري الدعم الصيني المعنوي والمادي في فترة الكفاح المسلح. وذكر أن التطور الاقتصادي السريع الذي أظهرته جمهورية الصين الشعبية بعد تأسيسها جعلها ترتقي إلى مستوى القوة العظمى، مشيرا إلى أن ذلك مهد للمساهمة الفاعلة في السلم والازدهار والإنسانية خلال السنوات 75 الماضية. وأشاد بدور الصين لإحلال العدالة الدولية والدعم لتحقيق الدول النامية الاستقلال والتنمية. وأعرب فخامة الرئيس سياسة أفورقي عن ثقته التامة لمساهمة الصين في التنمية الإنسانية والازدهار وإحلال العدالة العالمية في هذه المرحلة التي تشهد بروز نظام عالمي جديد في المجتمع الدولي، وأكد على استعداد إريتريا للدفع بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، ويساعد ذلك في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في إريتريا. وأوضح الرئيس سياسة أفورقي بالتفصيل الارتقاء بالتعاون الاستراتيجي بين إريتريا والصين وإحداث تغيير نوعي في قطاعات البنية التحتية في الطرق والمطارات والسكة حديد والمساكن والطاقة وتطوير موارد المياه والخدمات الحديثة ورفع وتحسين الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتنمية الثروة البحرية وخدمات الملاحة البرية والبحرية والجوية مع وسائل الاتصال وتنمية الموارد البشرية وخدمات الصحة والسياحة والتعدين والخدمات البنكية والتجارة والصناعة والأمن والدفاع، مناشدا الرئيس شي جين بينغ تقديم التعليمات للجهات المعنية لتقوم بالمساهمة الفاعلة. من جانبه أوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين تنظر لعلاقاتها المتطورة مع إريتريا ضمن الاستراتيجية بعيدة المدى، وقال إن الصين صديقة حقيقية لإريتريا. وأوضح بأن الصين ستعزز التعاون والاستثمار القائم بين البلدين في قطاعات البنى التحتية والصناعة والتقنيات والتعليم والصحة وتطوير القدرات البشرية، بالإضافة إلى إقامة جهة مشتركة لمتابعة الأعمال التنفيذية. وأعرب عن ثقته بأن العلاقات المتينة بين إريتريا والصين ستخدم المصالح المشتركة والسلام الإقليمي والعدالة العالمية في ظل الأوضاع العالمية التي تشهد الأزمات والمخاطر، مؤكدا على تعزيز الصين علاقات الشراكة الاستراتيجية مع إريتريا. وأشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إعجابه بالسياسات الخارجية المستقلة التي تتبعها إريتريا،
موضحا دعمه لمسيرة التنمية في إريتريا. والتقى الرئيس أفورقي برئيس الوزراء الصيني لي كيانغ الذي هنأ بمرور 30 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين إريتريا والصين، معربا عن سعادته لانتقال العلاقات الإريتريا الصينية إلى علاقات استراتيجية وتطورها في التعاون المشترك. وأضاف رئيس الوزراء السيد لي أن الصين ستدفع أكثر بالاستثمار لتطوير الطاقة المتجددة في إريتريا والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر ومجالات الصحة والتعليم وتنمية القدرات البشرية والتعدين والصناعة. وسيتم وضع جدول زمني لبرامج التنمية واتخاذ خطوات التنفيذ في غضون العام. وأوضح فخامة الرئيس أفورقي أن السبب الرئيسي لتخلف إفريقيا يكمن في تصدير المواد الخام بدلا من تصنيعه داخليا، وأن أكبر التحديات الحالية تنجم عن استراتيجية العقوبات الغربية، ويتطلب تعاون الدول للتصدي لذلك. قام كأس هدية الاستغلال بزيارات حافلة حتى 15 من مايو بالمواقع التاريخية والتنموية في مديريات قلوج وتسني وفورت سوا وهيكوتا وبارنتو ومقلو وغردات ومنصورة. واستقبل كأس هدية الاستغلال بحفاوة كبيرة بصحبة قوافل من الجرارات والسيارات التابعة لسكان ضواحي الشيخ قالة وصابنايت وتبلدية وقرقف وأم حجر وبلدة قلوج في مديرية قلوج. ودار الكأس برفقة قادة الجيش موقع المجزرة التي قام بها الجيش الأثيوبي في سبعينيات القرن الماضي في أم حجر والدفاعات التي كان لها دور هام في التصدي لغزو الوياني. وخرج سكان تسنيم في الشوارع لاستقبال كأس هدية الاستغلال بتنظيم مناشط فنية تعكس الهجوم الخاطف الذي قام به الجيش الشعبي عام 1984 للسيطرة على مدينة تسني، لينتقل الكأس بعد ذلك عبر تمرات إلى مديرية فورتوساوا ومن ثم إلى مديرية هيكوتا بنفس الحفاوة. والتعريف بالهجمات والكمائن التي كان يقوم بها الرعيل الأول للثورة الإريترية للتعريف بالنضال التحرري وإدخال الرعب في قلوب الأعداء. واستقبل أعضاء قوات الدفاع الكأس بالمارشات العسكرية لدى انتقاله إلى مديريتي غونيا وبارنتو، حيث أطلقت القوى الميكانيكية المتواجدة في منطقة بريما كانتري قذائف المدفعية على شرف كأس هدية الاستغلال. وخرج السكان في الشوارع لاستقبال كأس هدية الاستغلال خلال زيارته لمديريتي مقلو وقردات. وغتب التعريف بالأحداث التاريخية في قردات والمتمثلة في الدفاعات الإيطالية ومجزرة سنبة علام البربرية وأنشطة التنمية على ضفاف نهر بركة الموسمي. وانتقل كأس الاستغلال بعد ذلك إلى مديرية منصورة عبر دقسي إلى دلك، واستقبل بحفاوة كبيرة في مناطق التنمية. وأطلقت وحدات القيادة الوسطى القذائف والعروض العسكرية فضلا عن تنظيم حفلات فنية للشعب. هذا وسيزور كأس الاستغلال اليوم 16 من مايو مديريتي دقة وكركبة، وسينتقل يوم غد 17 من مايو إلى أقليم عنسبة عبر مديرية سلعة. أفادت وزارة الطاقة والمعادن وقوع هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في البلاد يوم أمس. وأفادت الوزارة بأن مركز الهزة الأرضية التي وقعت في الساعة 10:05 مساء كانت على بعد 15 كيلومتر من فرو و38 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من عد قيح في عمق 40 كيلومترا. وقد سمعت الهزة في مدن أسمرة ومصوع وعد قيح وصنعفي، ولم تحدث الهزة الأرضية أي أضرار في الأرواح والممتلكات. نظم في مديرية حقات خلال الفترة من 10 وحتى 12 من مايو أسبوع الفنون الثقافية بشقها التقليدي والحديث للتنظيمات الشبابية بهدف التنقيب عن قدرات وكفاءة الشباب. وكان الهدف من الأسبوع المنظم بمناسبة الذكرى 32 للاستقلال المجيد تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة، خلق بيئة صلبة لصقل قدرات وكفاءات وميول الشباب. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد هابت عقبة قرقيش في الكلمة التي ألقاها بأن الوعي والتنظيم ضروري لاستكشاف قدرات ومواهب الشباب والثقافة الفنية. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة السيد النور همة تنظيم أسبوع الشباب في جميع المديريات للمساهمة في تعريف الشباب بتاريخ وثقافة وطنهم. وقدمت في الختام الجوائز للفائزين في برامج المسابقات. وذكر المدير التنفيذي لإدارة مديرية حقات السيد تخل هيمانوت موسائل في ختام الأسبوع الشبابي أهمية برامج الأسبوع مناديا الشباب بتطوير قدرات الابتكار. دشنا في مديرية قلب مركز الشباب المشيد بتعاون السكان والشباب. ضم المركز الشبابي الذي دشنه رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيد صالح مدين مكاتب وقاعة تدريب ومكتبة ومخزن.
وقال مدير المديرية السيد يمان مبرهتو في المناسبة بأن المركز شيد بالتعاون الجيد للشعب والجيش والعمال والجهات الأخرى. وقدم أعضاء لجنة أصدقاء الشباب المشرفون على تشييد مركز الشباب تقريرا عن عملية التشييد شاكرين الجهات الداعمة. وأكد مدراء الضواحي والأعيان بأن بناء الشباب مسؤولية الجميع، ونادين الشباب للاستفادة الجيدة من المركز. وقدم رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح مدين الشهادات التقديرية للمؤسسات والأفراد المساهمين في بناء المركز الشبابي، وأشاد بمساهمة الشعب والإدارات. في غضون ذلك تخرج 99 طالبا بينهم 61 طالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية من دورة تدريبية لمدة شهر. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قالت وزارة الدفاع الروسية أنها أرسلت طائرة مقاتلة لمنع طائرة فرنسية وأخرى ألمانية تجريان دورية من دخول المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق بعدما رصدت تحليقهما صوب روسيا. وقالت فرنسا وألمانيا أن طائرتيهما، وهما طائرة دورية بحرية فرنسية من طراز أتلانتيك 2 وطائرة ألمانية من طراز بي 3 أوريون، كانتا تقومان برحلات معتادة ضمن تدريبات لحلف شمال الأطلسي وتتحركان مع مراعاة أحكام القانون الدولي. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه بعد نشر المقاتلة الروسية وعودة الطائرتين الفرنسية والألمانية أدراجهما، عادت الطائرة الروسية سو 27 إلى قاعدتهما. وأضافت أنها دفعت بالطائرة من أجل منع اختراق حدود الدولة الروسية. كشفت الولايات المتحدة الأمريكية أرقام ترسانتها الاستراتيجية للردع النووي، مؤكدة أنها تريد احترام معاهدة نيو ستارت لنزع السلاح النووي، داعية روسيا التي علقت مشاركتها فيها إلى أن تحذو حذوها. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تنشر ما مجمعه 662 صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وهو عدد يشمل الصواريخ المنصوبة في القواصات والطائرات الغاذفة، مزودا ب 1419 رأسا نووية و800 قاذفة على ما جاء في بيان لوزارة الخارجية. وعلقت روسيا في فبراير مشاركتها في معاهدة نيو ستارت ردا على المساعدة التي تقدمها الدول الغربية في حرب أوكرانيا، وقد نددت القوى الغربية كلها بهذا القرار. لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم في حريق اندلع بمجمع سكني مؤلف من 4 طوابق بوسط العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون. وأعلنت فرق الإطفاء إنقاذ 52 شخصا، بعضهم عبر السطح، مشيرة إلى أن عشرات آخرين لا يزالون في عداد المفقودين. وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المبنى ليلا في حين عمل 80 عنصر على الإطفاء تؤازرهم 20 شاحنة لإخماد النيران. ويعتقد أن 90 شخصا كانوا في المبنى عندما بدأ الحريق، وقد تم تأكيد سقوط وفيات عدة. وقال رئيس الوزراء كريس هيبكنز أنها مأساة بكل ما للكلمة من معنى، مضيفا أنه من المرجح أن يكون هنالك أكثر من 6 قتلى. في الخبر الأخير، واصلت طاهية نيجيرية سعيها لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد لأطول ساعات طهي بدون توقف بالطهي لنحو 100 ساعة، متجاوزة الرقم القياسي الحالي. وبدأت هيلدا باتشي الطهي يوم الخميس الماضي في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الطهي الهندي لاتا توندون في موسوعة جينيز، والبالغ 87 ساعة و45 دقيقة عام 2019. وبحلول الساعة 3 مساء كانت باتشي قد طهت لأكثر من 97 ساعة في منطقة ليكي في لاغوس، المركز التجاري لنيجيريا، لتنال شهرة واسعة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. ولقيت باتشي تشجيعا كبيرا في مكان الطهي وعلى الإنترنت للوصول إلى 100 ساعة. وخلال محاولتها تحطيم الرقم القياسي، قالت الطاهية النيجيرية أنها تريد إظهار مدى عمل الشباب النيجيري الجاد والتصميم، وأيضا إطلاق حملة للشابات الإفريقيات التي يواجهن التهميش في المجتمع. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. في إطار زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس السياسة الفورقي يلتقي بالرئيس الصيني. زيارات حافلة لكأس هدية الاستقلال في إقليم القاشبركة. هزة أرضية بقوة 4.7 درجة في البلاد يوم أمس. روسيا تعترض طائرتين لحلف الناتو فوق بحر البلطيق. الولايات المتحدة الأمريكية تكشف عن ترسانتها النووية وتطالب روسيا بالقيام بالمثل.
مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في حريق بنيوزيلندا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.